الكيك ده حرفيا هتعمليه في ثواني، لا وكمان من غير بيض ومن غير حليب ومن غير زبادي. بجد من اجمل والذ الكيكات اللي ممكن تجربيها، هش وسهل وسريع ولذيذ وكمان بطعم مميز جدا. طبعا احنا دلوقتي كلنا ولادنا داخلين على امتحانات ولازمهم طبعا شوية حاجات كده ياكلوها وهما بيذاكروا. بصراحة الكيك دوت من اسهل الكيكات اللي بعملها لهم وقت الامتحانات بالذات، وكمان طبعا لو ما عنديش بيض، لان بصراحة طلباتهم ما بتزيدش الا بالليل، فعلى طول بقوم اعمله. يلا نشوف المقادير اللي مفيش اسهل منها. معايا هنا كوباية عصير برتقال، يعني 3 برتقانات او برتقالتين ونص كده. البرتقال ما شاء الله مالي السوق اللي هو البرتقال الصيفي، فانا بجيب الكميه اللي انا عايزاها وبعصرها وبحطها في الفريزر وبطلعها على طول اول باول وبتبقى زي ما يكون فريش. حطيت هنا كوبايه عصير برتقال اللي هي تقريبا 240 مللي او 240 جرام على الميزان، وكوبايه سكر اللي هي تقريبا 230 جرام. وطبعا زي ما انت عارفه انا بستخدم الكوبايات المعياريه والمعالق كمان. وعلشان نعلي التست معايا هحط كده 5 نقط اسانس برتقال او ريحه برتقال. وطبعا لو مش عندك ممكن تحطي بشر برتقال، بس مش هنحطه في المرحله دي، هنحطه في مرحله بعد كده. ونقلب كويس جدا جدا بحيث ان السكر لازم يكون داب على الاخر، مفيش ولا ذره سكر كده تحت. قلبنا خلاص كده، تعالي بقى نشوف بقيه المكونات اللي احنا هنستخدمها. معايا هنا بالظبط نص كوبايه زيت، وطبعا تحطي زيت ذرة او اي زيت تاني ما ملهوش ريحه يبقى كويس جدا ومفيش اي مشكله. وعلى طول بضيف بقى بالذات على كيك البرتقال، بضيف عليها نص معلقه سمنه بلدي، بتبقى تحفه. نص معلقه كبيره كده او تشيليها وتحطي عليه مكانها معلقه زيت، مفيش اي مشكله خالص. وندوبهم كويس جدا بحيث المكونات كلها تمتزج مع بعضها. وطبعا زي ما انت شايفه مفيش اسهل ولا اسرع من المكونات دي، ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي او في الخلاط عادي مفيش اي مشكله. خلصنا السوائل، تعالي بقى نشوف النواشف. معايا هنا كوبايتين ونص دقيق متعدد الاستخدامات طبعا اللي هما تقريبا 375 جرام، وعليهم رشة الملح، وكمان عليهم باكو بيكنج باودر اللي هو 16 جرام او معلقة ونص كبيرة مليان. ونقلبهم كويس جدا جدا علشان يختلطوا مع بعض كويس. وهننزل على السوائل، والاهم بقى انك تنزلي عليهم واحده واحده زي ما احنا متعودين طبعا. وهننزل واحده واحده ونقلبهم، وما تقلقيش خالص من قوام الكيك، لسه هنضيف مكونين كمان هيظبطوا لنا القوام وهيخلوا لنا الدنيا ممتازه. تعالي واحنا شغالين كده انزلي اكتبي لي في الكومنتات انتي بتشوفيني من اي بلد او من اي محافظه، علشان طبعا زي ما انتوا عارفين انا بحب اتعرف على المتابعين بتوعي، وبحب كمان اشوف طريقتهم في الكيك او في الوصفه اللي انا بعملها. اكيد طبعا كلنا بنستفاد من بعض. نزلت بدقيق على 4 مرات تقريبا، وفي كل مره بكون بقلب كويس، واخر مره هقلب كويس جدا جدا لغايه ما يختفي الدقيق خالص علشان اكمل بقيه المكونات بتاعتي. وده كله طبعا لو عملتيه في الفود بروسيسور او في الخلاط هيكون ممتاز جدا. قبل ما اضيف المكون الاخير هنزل بنص معلقه كبيره خل ابيض. الخل ده هيخلي لك كيك هش وجميل كانه موجود فيه بيض بالظبط، او ممكن تحطي عصرة ليمون مفيش اي مشكلة خالص. وحرفيا بقى الكيك دوت لو انت مجهزة المكونات بتاعتك مش هياخد منك دقيقة في التجهيز. قلبت الخل كويس، ويلا بقى نجيب اخر مكون معايا اللي هيظبط لي قوام الكيك معايا ويخليها هشة وطرية لاخر فتفوتة. معايا هنا نص كوباية مية مغلية، هنحطها على مرتين او على 3 ونقلب كويس جدا بحيث ان هي هتفتح لي مسام الكيك بتاعي وتخليه طري ويحتفظ بالطراوه بتاعته لاكبر فتره ممكنه. قلبت كويس وبعد كده هضيف بقيه الميه، والميه اتاكدي ان هي مغليه مش سخنه بس، لانها بجد بتفرق كتير في القوام بتاع الكيك. وانا بقلب كويس كده ما تنسيش ان انا هسيبلك الكيك ده في قائمه تشغيل مليانه كيكات وطرق مختلفة وجميلة جدا، في اللي من غير بيض واللي من غير لبن واللي من غير زبادي، وكمان في كيك الكوسة اللي طعمه رهيب جدا جدا والأطفال كلها بتحبه. كمان هتلاقي كيكة السعادة اللي هي أصلا من غير فرن، بجد رهيبة، وروحي شوفيها وإن شاء الله هتعجبك. وطبعا ما تنسيش إن قبل ما تخلطي المكونات على بعض تكوني مشغلة الفرن، لانها مش هتاخد وقت منك. وزي ما انت عارفة ان الفرن بتاعي ما بشغلهوش الا من 5 ل7 دقايق بس، ما بزودش النار جامد علشان الكيك تطلع مظبوط وهشة وطرية ومش هتخبط منك ابدا. جبت القالب بتاعي، القالب ده بياخد 12 كب، فدهنته بفرشة سمنة بلدي
ورشيت رشة دقيق ونفضته كويس علشان اتخلص من الدقيق الزيادة. ووزع الكيك في القالب زي ما انت شايفة كده. ممكن تعمليها في القالب المتوسط اللي هو بتاع الصواني المستطيلة، وممكن تعمليها في صينية 24 في الصواني المدورة الكبيرة. ويلا نحطها علشان القالب طبعا غامق، نحطها على صينية تانية وندخلها الفرن. الرف الأوسط درجة حرارة 180، هتقعد معايا بالظبط من 35 ل 40 دقيقة وهتطلع معايا زي الفل. وطبعا الكيك زي ما احنا عارفين ما نفتحش عليه الفرن قبل ما يعدي عليه 30 دقيقة عشان ما يهبطش منك، والنار ما تكونش عالية علشان ما يتسلقش منك. ويلا بقى نسيبه يبرد شوية، مع اني ما بستناش على الكيك خالص، يا دوبك سبته 5 دقايق كده يهدى وعلى طول يلا نشوف هو عامل ايه. ما شاء الله الكيكة روعة وهشة وخفيفة وبجد ممتازة جدا، وريحتها بقى المفحفحة اللي جايبة لاخر العمارة. ما تنسيش تعملي حساب جيرانك او تقفلي الشبابيك كويس. تعالي بقى نشوف قطعة من الكيك كده اللي انا بموت فيه وهو سخن بجد. من اجمل والذ الكيكات اللي هتاكليها بقى مع الشاي مع اللبن مع القهوة مع اي حاجة، الولاد بيعشقوها جدا. خفيفة وبجد يعني ممكن الصينية دي ما تثبتش لتاني يوم. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا هستنى رأيكم في الكيك، استنى تقولي تركاتك ايه في كيك البرتقال بالذات، وايه الكيك اللي انتي بتحبيه علشان اعملهولك ان شاء الله بطريقة مميزة وسهلة وسريعة. وطبعا ما تنسيش سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد.